أهلا بكم. فنان آمن بنفسه وبموهبته واختار أن يمشي وراء حلمه، فترك مدينته وأهله ليأتي إلى العاصمة يعيش بها وحيدا. لم يرى أمام عينيه سوى طريق الفن الذي لم يبخل عليه وفتح له أبوابه، فنال محبة الناس واستطاع فرض بصمته بدون أن يكون البطل الأول أو يظهر اسمه على مقدمة الأفيشات. ومع تدهور حال السينما والتلفزيون استطاع هذا الفنان أن ينجو بموهبته ويختار لنفسه خطا راقيا رفض التنازل عنه مهما كانت الأسباب والضغوط. إنه الفنان محمد وفيق، فنراه يقول أثناء استضافته في برنامج عقد النجوم أنه يشعر بالإحباط عندما يفكر أن العمر مر سريعا دون أن يحقق كل ما كان يتمناه، لكنه في الوقت نفسه يشعر بالقناعة والرضا فيدفعان عنه الإحباط سريعا. وفي يوم رحيله عن عالمنا عن عمر ناهز 68 عاما إثر متاعب في القلب والكلى والدخول إلى العناية المركزة بعد عملية قلب مفتوح، نرصد لكم معلومات عن الفنان القدير محمد وفيق. ولد محمد وفيق علي في 24 سبتمبر عام 1947 بالإسكندرية، لأب كان يعمل أستاذا بالجامعة. أتم دراسته الثانوية بالمدرسة المرقسية الثانوية بالإسكندرية. عانى طوال حياته من فوبيا الأماكن الضيقة حسب تصريحاته لبرنامج عقد النجوم. قال في حوار له مع الكاتب مصطفى ياسين أنه لم يعش طفولة سعيدة بسبب انفصال والديه، وعاش قصص زوجة الأب وزوج الأم. كان متفوقا في دراسته بالمدرسة وكان محبوبا من الجميع خاصة أساتذته في المدرسة، وعرف الجميع بموهبته وساعدوه في الانضمام إلى فريق التمثيل بالمدرسة والمشاركة في عدد كبير من الحفلات. فضل الالتحاق بالمعهد العالي للفنون المسرحية على كلية العلوم، وتخرج بالمعهد بتفوق عام 1967 في الدفعة التي ضمت الفنانين نور الشريف ومجدي وهبة وشاكر عبد اللطيف وعبد العزيز مخيون. وكانت بدايات محمد وفيق اتجه للعمل في مسرح التلفزيون أثناء دراسته بالعام الأول في المعهد بهدف التدريب وزيادة الدخل، خاصة أنه كان يعيش مغتربا في القاهرة، فنصحه المقربون منه بمحاولة إيجاد فرصة عمل للتدريب في التلفزيون المصري. وبالفعل طرق باب التلفزيون، وكان بالصدفة يتم الإعداد لعرض مسرحي عن فلسطين بعنوان لا حدود. ويوضح أن المخرج فوزي درويش اختاره لتقديم دور جندي من جنود الأمم المتحدة في رواية لا حدود التي تناقش القضية الفلسطينية تأليف محمود شعبان. وجاء ذلك بعد تعذر حضور الفنان حسين الشربيني الذي مر بظروف طارئة في هذا اليوم ولم يستطع الحضور في موعده فاعتذر، ما وضع فريق عمل المسرحية في مأزق. ومن أشهر المواقف الطريفة التي مر بها وفيق في بدايته عندما تصادف وقرأ دون قصد دور الشربيني بصوت عالي في غرفته بينما يستعد لتقديم دور قصير في العرض نفسه، فسمعه الممثل الراحل عبد البديع العربي وكان بطلا رئيسا للعمل، فأعجب بطريقة إلقائه ومخارج ألفاظه، فطلب من مخرج العمل فوزي درويش أن يقدم وفيق الدور بدلا من الشربيني، فرفض المخرج وأمام إصرار العربي على أن يجسد وفيق الدور وتهديده بترك المسرحية إذ لم يحدث ذلك. ونجح وفيق في تأدية الشخصية وأثبت وجوده. قدم عددا من حلقات البرنامج الديني أسماء الله الحسنى مع حامد مرسي وأشرف عبد الغفور وسميرة عبد العزيز ومديحة حمدي. وتمتع وفيق بقدرة كبيرة في الحضور الدائم وفي الإلقاء، لذا نجح في كونه مقدما للبرامج. شارك وفيق في مسرحية سندباد إخراج الفنان أحمد زكي وأشاد به المفكر اليساري محمود أمين العالم، كما شاهد المسرحية المخرج الراحل يوسف شاهين وأسند له بطولة فيلم من إخراجه. فطار وفيق فرحا بانتقاله من عالم المسرح إلى السينما، وعاش على الحلم
لكن الحلم أجهده عدم اكتمال الفيلم. عاش وفيق مكتئبا بسبب عدم حصوله على فرصة العمل مع شاهين، لكن سرعان ما عاد إلى حالته الطبيعية بعد اختياره لتجسيد شخصية الظاهر بيبرس في مسلسل المرشدي عنتر، وأهله لهذا الدور لغته العربية الفصحى الذي تعلمها من والده الأستاذ الجامعي، فتألق وفيق في تجسيد الشخصية وأثبت موهبته. يعتبر مسلسل الكتابة على لحم يحترق الذي قدم فيه شخصية الظاهر بيبرس أهم المحطات الفنية في مشواره. جاءت النقلة الكبرى في تاريخه الفني من خلال مسلسل المرشدي عنتر، وفي الوقت نفسه قدم مسلسلا لتلفزيون قطر أحمد باشا الجزار، وكان أول ظهور له في السينما كان عام 1968 من خلال فيلم الرجل الذي فقد ظله إخراج كمال الشيخ، قصة وسيناريو وحوار علي الزرقاني. قدم واحدا من أفضل أدواره في فيلم الرسالة عام 1976 إخراج مصطفى العقاد. اشترك عام 1978 في فيلم وثالثهما الشيطان إخراج كمال الشيخ. جسد شخصية فاضل في فيلم سعد اليتيم عام 1985 أمام أحمد زكي ونجلاء فتحي بداية من عام 1987 وعلى مدى 3 أجزاء. شارك في مسلسل رأفت الهجان إخراج يحيى العلمي، حيث قدم الشخصية الأكثر شهرة له وهي شخصية عزيز الجبالي ضابط المخابرات الذي يعمل في الخفاء ليجعل حياة الجاسوس المصري رأفت الهجان أكثر سهولة في حياته الخطرة داخل إسرائيل. كما قال اللواء سامح سيف في حوار تلفزيوني أنه ضابط المخابرات الذي جسد دوره الفنان محمد وفيق في مسلسل رأفت الهجان. جسد دور مصطفى رفعت في الجزء الثاني والثالث والرابع من مسلسل ليالي الحلمية. في عام 1990 اشترك في فيلم قضية سميحة بدران بطولة نبيل عبيد. برع عام 1991 في فيلم الهروب إخراج عاطف الطيب. جسد شخصية الخديوي إسماعيل في مسلسل بوابة الحلواني عام 1992. قدم دور وكيل النيابة في فيلم امرأة آيلة للسقوط عام 1992 ومسلسل السيرة الهلالية الزناتي خليفة عام 1997. قدم شخصية المستشار رأفت الغندور في مسلسل الأصدقاء عام 2002. كان إيمانه بموهبة الفنان محمد سعد منذ أن ظهر بمسلسل مين اللي ما يحبش فاطمة في دور صغير سببا لقبوله العمل في فيلم كتكوت عام 2006 رغم الانتقادات التي وجهت له بسبب مشاركته في هذا العمل الفني. في 2007 قدم شخصية رجل صعيدي يدعى مصباح أمام حسين فهمي وعبلة كامل في مسلسل حق مشروع. له تجربة في الغناء والموسيقى حيث غنى في سيت كوم تلفزيوني بعنوان نص أنا ونص هو عام 2010 إخراج رائد لبيب. كان آخر أعماله الفنية مسلسل دهشة مع يحيى الفخراني ونبيل الحلفاوي، وعرض في رمضان قبل وفاته عن عمر ناهز 68 عاما. قدم وفيق أكثر من 146 عملا فنيا تنوعت بين أفلام سينمائية ومسلسلات ومسرحيات وسيت كوم ومسلسلات إذاعية. الفنان محمد وفيق وقع في غرام ابنة خالته الفنانة كوثر العسال، ولكنه كان خجولا جدا ولم يستطع الاعتراف لها بمشاعره، وتسبب ذلك في ضياع حبيبته منه، وتزوجت من الفنان عبد المنعم إبراهيم إلى أنه ظل 20 عاما في انتظارها حتى توفى زوجها الفنان عبد المنعم إبراهيم ليتزوجها من بعده رغم أنها تكبره ب8 سنوات، حيث كان يكن لها الكثير من الحب. واكتشفت الفنانة كوثر العسال أن ابن خالتها كان يخفي مشاعر كثيرة لها على مدار 20 عاما. الفنان محمد وفيق عبر عن مدى حبه وإخلاصه لزوجته كوثر العسال قائلا: احنا كأصحاب قوي طول عمرنا وجرايب
وساكنين جنب بعض، وبعدين فرجت بينا الأيام. أنا دلوقتي بخاف أزعلها، أنا وكوثر ملناش غير بعض، يعني هي ملهاش غيري وأنا ماليش غيرها، إحنا ماليين حياتنا ببعض. وبعد صراع سنوات مع المرض توفيت كوثر العسال في 29 سبتمبر 2013 عن عمر يناهز 74 عاما، وكان لوفاتها بالغ الأثر على محمد وفيق، ووقف في عزائها ولم تفارق دموعه عينيه، وقرر أن يتبرع بمجوهراتها إلى مستشفى سرطان الأطفال 57-357، ثم تبرع بمنزلهما بكل ما فيه من أساس إلى أحد الشباب المقبل على الزواج، وقرر أن يعيش على ذكراها حتى لحق بها في 14 مارس 2015، وأوصى بأن يدفن إلى جوارها، وهو ما حدث. رحم الله الفقيد وأسكنه فسيح جناته.